صوت الصحافة، نبض الخبر. إلتشي يعيد فتح ملف حكيم زياش. أفادت منابر إعلامية إسبانية اليوم الأربعاء بأن إلتشي يدرس إمكانية التعاقد مع المغربي حكيم زياش رغم نهاية الميركاتو الصيفي في إسبانيا. ويعتبر زياش لاعبا حرا بعد رحيله عن الدحيل القطري في يوليو الماضي. وبحسب المصادر الإعلامية فإن زياش لا يزال موضع اهتمام من إلتشي من أجل ضمه في صفقة انتقال حر. وأشارت المصادر إلى أن إيدر سارابيا المدير الفني للفريق يصر على ضرورة التعاقد مع صانع ألعاب لتدعيم الفريق. وكانت هناك مفاوضات في وقت سابق بين إلتشي وزياش لكنها توقفت بسبب مطالب اللاعب المالية. ويدرس إلتشي حالة اللاعب البدنية بسبب غيابه لفترة عن الملاعب مع إمكانية فتح المفاوضات من جديد. وارتبط اسم زياش بنادي القادسية السعودي لكن اللاعب لم يحدد وجهته حتى الآن. صوت الصحافة، نبض الخبر.